انا مش عارف على اساس ايه بتفترض ان ابني عارف ان ابنك عنده سكر؟ عارف ان عنده السكر ولا مش عارف؟ بيضربه ليه من الاول اصلا؟ ابنك اللي بدأ الضرب اصلا. هو انا ابني ما انكرش، بس ابنك برضه استفزه، وواضح جدا ان هو مش جايب الاستفزاز ده من بره، دي وراثه. شفتي؟ هو اللي بيبدأ زي ابنه بالظبط. من فضلكم يا جماعة نهدى، احنا في المدرسة مش هينفع التطاول ده. نهدى عشان نعرف نفكر هنعمل ايه. لا لا، انا هطلع من هنا على الاسم على طول، هعمل محضر للاستاذ ومحضر لاداره المدرسه لانعدام النظام. ياه. طبعا. تمام جدا يا استاذ كريم، بس هستأذنك لما تروح القسم يا ريت برضه تبلغهم ان كاميرات المدرسة صورت الواقعة بالكامل اللي فيها ابن حضرتك بيعتدي على طالب مريض سكر. مش فاهم يعني ايه؟ يعني حضرتك حر في اختيارك. لو حابب ان احنا نمشي بطريقة رسمية انا هضطر هنا اطبق تعليمات الوزارة وولادكم الاتنين هيتفصلوا. بس لو عايز نصيحتي بقى كأم لكل ولد وبنت في المدرسة، فأنا بنصحكم إنكم تتكلموا مع أولادكم. عايزين نعرف هما ليه أساساً جابوا الموبايل المدرسة؟ إيه نوعية الألعاب اللي بينزلوها في الموبايل؟ الألعاب دي اللي بتخلق جو من الغضب ومن العنف بينهم وبين بعض. ده اللي إحنا محتاجين نحله. طبعاً لكم كل الحرية في الاختيار. انا عن نفسي اتكلمت مع ابني خلاص وعرفت منه كل حاجه، مش محتاج اتكلم معاه تاني. لا، لو هو اتكلم مع ابنه انا من حقي اتكلم مع ابني انا كمان. طبعاً الكلام ده مظبوط، بس أنا هستأذنك لما هتكلم مع ابنك أنا عايزة بعديها تقعدوا مع بعض وتوصلوا لاتفاق واحد. هنحل المشكلة جوه المدرسة ولا بره المدرسة؟ انا رايي يا استاذ كريم ان احنا نحل الموضوع ده ودي، لان من الواضح ان الولدين غلطانين. لا، ابنك يغلط ماشي، انما ابني ما بيغلطش. اللهم طولك يا روح. طب بص بقى يا استاذ كريم، علشان انا روحي في مناخيري وخلقي ضيق، ولادنا احنا الاتنين هيتفصلوا، وبيتهيألي ان لا انا ولا انت عاوزين حاجه زي كده، فيا ريت تبطل بقى اسطوانه ابني ما بيغلطش ابني ما بيغلطش اللي انت ماسك لي فيها دي، وتعالى نحل. بس هو فعلا انا ابني مش غلطان، ولو اضطر ان هو يستخدم ايده فده كان دفاع عن النفس. بص، انا ممكن استوعب ان انت مش عايز ابنك يطلع غلطان، عايز تخرجه من الموضوع، بتقول كده قدامنا علشان خاطر مش عايز تقل منه، تمام. بس لما تروح البيت لو فضلت على نفس فكرك ده وما قلتش لابنك انه غلطان، دي تبقى كارثه. دي مش تربيه اساسا، انت كده بتاذيه، لانك هتعوده على المكابره الفارغه اللي ملهاش اي لازمه. افهم. ماشي، انا موافق على الحل الودي، بس ده مش عشان مقتنع ان ابني غلطان، ده عشان عندي ميتنج انا متاخر عليه. عاوزك انت كمان لما ترجع البيت تقول لابنك ان هو ما ينفعش يستخدم ايده مع زمايله، لان العنف ما بيولدش غير عنف، زي ما انت عاوزني ان انا لما ارجع البيت اقول لابني ان هو غلطان، مع اني مش مقتنع خالص ان هو غلطان. ده حد محفظ الجمله قبل ما يجي، والله ده ما بيقولش غيرها. ربنا يشفي.